آية عجيبة أخرى قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيرجع المرء لتفسيرها: متى نزع ما في القلب من غل؟ ما كنت أفهمه نزع في الدنيا، فلما أن مات المرء بلغ إلى الله عز وجل صافيا خالصا، فيسك المسامع ويغد الحلاقين أن تسمع كلاما لبعض أهل العلم يقول: نزع هذا الغل على باب الجنة. والسؤال: أمات العبد وفي قلبه غل؟ والجواب نعم. وختم له بخاتمة سعيدة؟ والجواب نعم. وسئل العبد في قبره وأجاب؟ والجواب نعم. وبعث العبد من قبره وأمن؟ والجواب نعم. وخاض العبد الصراط فنجا وثبت؟ والجواب نعم. ونجى الله عز وجل عبده من النار؟ والجواب نعم. وفوجئ العبد الذي ظن أنه قد تمحض طهرا على باب الجنة ببقية غل لو حاسبه الله عز وجل عليها إذا لأسقطه في النار مذ خرج من قبره. ستير سبحانه وتقدس، ستير سبحانه وبحمده.